يعني كم واحد في مصر حاليا حفظ القرآن بالقراءات العشرة الصغرى والعشرة الكبرى؟ كتير جدا جدا. كم واحد ختم القرآن بقراءة حفص عن عاصم في مصر؟ كتير جدا. طب كم واحد حفظ القرآن زي أبو بكر أو عمر أو عبد الله بن عمر؟ عمر بن الخطاب حفظ البقرة 12 سنة. سيدنا عبد الله بن عمر حفظ البقرة في 8 سنين. البقرة دي تتحفظ في شهر، لو واحد قارص على نفسه يجيبها في شهر. طب هو ليه طول؟ بالرغم ان لسانه افصح من لساننا وقدرته على الحفظ كانت افضل وبتاع. ليه؟ لانه كان بيقرا انهي قراءه؟ قراءه التمثل، قراءه العمل. هو كان بيقرا 5 آيات ويحفظهم ويقف يعمل ايه؟ يشوف حلالهم وحرامهم وهديهم والعمل بيهم. اول ما يطبق ينقل 5 بعدهم، ينقل 5 بعدهم، ينقل 5 لغايه ما بيخلص. عشان كده قليل من الصحابه اللي ختموا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قليل يعني في الروايات بنعدهم. أقصى روايات وصلت لنا على الإطلاق 20-25 واحد اللي هم ختموا القرآن كله أيام النبي صلى الله عليه وسلم. طب والباقي يعني رؤي في خلافة عمر بن الخطاب سيدنا عبد الرحمن بن عوف ثاني من أسلم من الرجال قاعد قدام عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس يا إخواننا من صغار الصحابة سنا، كل الصحابة كلهم كبار. قاعد قدامه اللي هو قعدة اللي بيحفظ. وسيدنا عبد الله بن عباس يقول له قول ويكرر، وقاعد بيقول له أنت قاعد تعمل إيه؟ فبيقول له بيحفظ مين؟ من عبد الله بن عباس. يعني ده ما ختمش ايام النبي. عبد الله بن عباس عشان صحابي صغير فهو جه ادرك فكره الضياع العلم. ايه ده الصحابه كلهم عايشين لما يموتوا. الروايه المشهوره بتاعت عبد الله بن عباس. فقال ايه؟ فبقيت اتنقل مع يحفظ بقى القران ويحفظ كل الاحاديث، لانه هو جات له الفكره دي، فكره مخيفه جدا. ايه ده هم الصحابه كلهم هيموتوا وما كتبوش السنه ولا كلام العرب ولا. فبدا يحفظ. عشان كده عبد الله بن عباس جاب العلم بسبب ان هو ادرك فكره ان هو ممكن الجيل ده يختفي، فبدا يحفظ كتير وينقل. عشان كده جل العلم انت منقول لنا احنا عن مثلا 150 صحابي هم الرواه. معظم الروايات جاء من 150 صحابي. معظم الصحابه اللي عليهم تعويل في الفتوى في الفقه في الخلاف وكذا 15 صحابي 20 صحابي. دول ايه؟ امال الباقي كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا ايه؟ هنا عايزين اجابه. الباقي كان بيعمل ايه؟ 15 بيفتوا او 20 و150 هم اللي عليهم النقل. يعني دول اللي كانوا عمالين مكسرين من الحفظ والروايه وبيحفظوا الناس وبتاع. الصحابه من راى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما في خطبه الوداع في حجه الوداع 124,000 او اكثر من 100,000 شافوا النبي صلى الله عليه وسلم. الباقي كان بيعمل ايه؟ ده سؤال. ايوه الباقي كان بيشتغل. يعني ايه بيشتغل؟ اللي كان بيحافظ حاجه كان بيعمل بيها ايه؟ هو اصلا حافظها ليه؟ عشان يطبقها مش عشان يحفظها. يعني هو الحفظ ده كان حفظ ليه؟ حفظ عشان العمل. فهو كان بيعمل. سيدنا ابو ايوب الانصاري مدفون في تركيا مسجد السلطان ايوب. السلطان ايوب ده هو سيدنا ابو ايوب الانصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الانصار. ده شافوه وهو سنه حاجه و90 سنه عمال يلبس لبس الحرب وبتاع. فعدوا عليه قالوا انتوا رايح فين؟ قال لهم غزو الروم. كان المسلمين بدأوا يغزوا في البحر فكانوا يطلبوا ارض الروم. قالوا له قد وضع الله عنك الجهاد. سنه حاجه و90 سنه. قال لا فينا انزل القران. انتوا خدتوا القران ده من بعيد كده. احنا ايه؟ احنا اللي نزل فينا الوحي. يعني سيدنا جبريل كان بينزل يقول له فلان عمل كذا قول له كده. الوحي القران يا اخوانا كله ده اجل مناقب الصحابه على الاطلاق. ان كلام الله عز وجل اللي بيتلى حتى يوم القيامه هو خبر الصحابه. يعني هم عملوا كذا فهو كان بيخبرهم بيكلمهم. هو كلام الله عز وجل الموجه للصحابه اللي بعد كده منسحب على الامه ليوم الدين. هو دي اجل من قبل الصحابه. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. ده الايات دي اللي انت بتقراها دي نزلت في علي، نزلت في ابو بكر، نزلت في عمر. ده المخاطب بيه. فقال لهم لا الكلام ده ما يتقالش ليه. الكلام ده ايه؟ فينا نزل. قد اخبرنا الله عز وجل لم يعذر احد. في سوره التوبه. سوره التوبه دي لما نزل الصحابه تقريبا كلهم قالوا احنا كلنا ربنا هيقول علينا منافقين ويستبدلنا ويجيب امه ثانيه. بيسموها البحوث اللي هي بحثت عن المنافقين او يسموها الفاضحه. توبه. سيدنا عبد الله بن عباس يقول يعني لما شاف الناس تغيرت بعد الصحابه قال رايت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل فيهم القران فسمعوا الله عز وجل يقول ومنكم اخذ يذكر اخبار المنافقين ومنكم من يقول اذن لي ولا تفتني ويقول حتى ظنوا انه لن يترك منهم احد. يعني هيقول كلكم منافقين. ده اللي نزل فيهم القران. فسيدنا ابو ايوب الانصاري بيقول ايه؟ بيقول فينا نزلت فلم يعز الله احدا قال انفروا خفافا وثقالا اي شبابا وشيوخا. ودي من اجل التفسيرات المنقوله مباشره من سيدنا ابو ايوب ان هذه الايه لا تعذر احد. يعني شيخ كبير يحارب. سيدنا سعيد بن المسيب هو كان يفتي والصحابه احياء. ده النقل العمل يا اخوان. سعيد بن المسيب ده كان متجوز بنت سيدنا ابو هريره وكان يفتي والصحابه احياء ومن الناس اللي خلافهم معتبر جدا في الفقه وامام كبير جدا. اول ما كان في غزو في البحر دخلوا السفينه وهو كان راجل شيخ كبير جدا وعينه ذهبت مش عارف ما بيشوفش من عين واحده والثانيه ضعفت وراجل متهالك ما يعملش حاجه في الجهاد برضه عايز صح. ده ما بيعملش حاجه داخل قاعد في السفينه. قال له انت رايح فين؟ قال جاي معاكم. هتعمل ايه؟ فقال احرس المتاع سيبوا معايا الشنط. لا يستطيع التفلت. ليه؟ لانه كان القراءه اللي بيقراها قراءه ايه؟ قراءه عمل. الايه قالت له خفافا وثقالا واخد هدوم وطالع على طول. ليه ما يقدرش؟ ده قراءتهم هم. احنا بنقرا يعني اللي هو ايه؟ حفظ الايه اقولها طب يلا نروح بلياردو اللي هو ايه؟
مش هتروح النادي لو غير لو سمع قول 20 آية توبة يلا الولد راح يلعب بولينج خلاص. فالقصد ايه؟ ان هو ده في انفكاك جهه، يعني هو بيقرا الحاجه وبيحفظ الحاجه وبيشتغل الحاجه. فانا من اول ما ابدا من 40 نوويه اللي هو متن ممكن الواحد يقراه وهو قاعد، بس احنا مش عايزينه يقراه وهو قاعد. ليه؟ عشان احنا عايزينه يقراه قرايه تمثل. يعني لو هو بيقرا في ده يتمثله. طب يتمثلوا ازاي؟ يعني انا اول حديث في احاديث ال40 نوويه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. طيب ادي الحديث، الحديث ممكن نقوله احنا في 30 ثانيه. ايه جديد؟ عايز اقرا قرايه تمثل، اعمل ايه؟ اروح ادور على سلسله اعمال القلوب، اي سلسله اعمال القلوب. انا برشح سلسله اعمال القلوب للشيخ صالح المنجد، محمد صالح المنجد، شيخ سعودي، محمد صالح المنجد، اعمال القلوب. يعني انا عايز اعرف ايه؟ انا بقول لك اخلص. طبعا الامام الجنيد امام الصوفيه القديم، وهو من على التصوف السني، يعني الراجل اللي هو الايه؟ العمل وتخليص القلب من الافات والعمل على هدي الكتاب والسنه، لان التصوف انواع. جاله واحد قال له هو احنا الاعمال بتقبل من غير اخلاص؟ قال له لا، ده الصلاه ما بتقبلش من غير اخلاص. كلام شبه ده. فالراجل غاب شهر ورجع له، فالامام الجنيد بيقول له ايه اخبارك؟ عامل ايه في الصلاه؟ فقال له لا انا بطلت اصلي. قال له يعني ايه بطلت اصلي؟ قال له مش انت قلت لي الصلاه ما بتقبلش من الاخلاص وانا مش قادر اخلص. قال له ويحك، قلت لك اخلص ولم اقل لك لا تصلي. يعني ما انا بقول لك ايه؟ لا شوف لك نيه عدله. تقول لي طب خلاص ادور على نيه عدله وارجع اكمل الشغل. انا ما قلتش كده، انا قلت ايه؟ تعالج الاثنين مع بعض، فان الله لا يمل حتى تمل. يعني تعمل مره واثنين وثلاثه قد الله عز وجل يهدي قلبك. واحد يقول لك اصل انا مش لاقي قلب للذكر، ابدا الذكر يحضر قلبك. مش من الصلاه وبتاع، قوم صلي، الله عز وجل يصرف عنك الشيطان ويقرب لك الملك، وهكذا. يعني القصد الانسان مش زرار هدوس على الزرار انا اقول لك انا في مود الايمان دلوقتي، هو مش مشغل نفسه فايبريشن. يعني ايه الايمان ده؟ مش قيمه صفريه زيرو واحد، دي حاجه ايه؟ حاجه انفعاليه كده بتزيد حتى تلقى الله عز وجل. فانا ايه؟ عايز اقرا حاجه زي كده. لو قريتها هتحول؟ لا، هو بس هيساعدك. ليه احنا بنقول كده؟ لان احنا كل ده احنا بنتكلم في ايه؟ ان احنا جيل ننقصه حاجه كبيره جدا، ان احنا مش لاقيين صاحب الصفه. يعني ايه؟ انا هقرا لك حديث الاخلاص انما الاعمال بالنيات، ده حديث عمده. الشافعي يقول ده نصف الاسلام واحيانا ثلث الاسلام، ما فيش حاجه تخلو من نيه. طيب شرحت لك العمل القلبي، قريت بقى اعمال قلوب. يعني ايه الاخلاص؟ ايه نواقض الاخلاص؟ العجب، الكبر، خلاص عرفتهم. حصل حاجه؟ ابدا ما حصلش حاجه. ليه ما حصلش حاجه؟ لان ايه؟ كان ذنون، وده من الصوفي المصري، كان يقول ايه؟ لا تكثروا من ذكر هذه المعاني امام القلوب فتدعيها. لو انا قعدت اتكلم ساعه عن الاخلاص هنخلص؟ لا، دي حتى احيانا من افات، لان احنا دايما كل قراءه لها جانب سلبي وايجابي. يعني قراءه القران ممكن تضرك، ليه؟ يكون حجه عليك، تقرأه ولا تعمل به، تقرأه ولا تعمل. عشان كده اهل العلم زمان كانوا يقولوا ايه؟ العلم ان لم ينفعك ضرك، مش لو ما نفعنيش مش هيضرني، هيضرك. ليه؟ لان ده حجه لله عز وجل قامت عليه. السيده عائشه كانوا بيجي لهم التابعين يقولوا للحديثين، فتحدثهم 5 احاديث، ثاني يوم 5 احاديث، بعد كده قالت لهم لا استنوا، هو انتوا الاحاديث اللي انا بحدثها لكم دي بتعملوا بيها؟ اشتغلوا بيها؟ قالوا لها لا احنا بنكتب. فقالت لهم ايه؟ فلما تكثرون من حجج الله عليكم؟ يعني انت عمال تجيب حجه انت اصلا ما كنتش تعرف، ربنا مش هيسالك، انت عمال تشتغل. لو انت سالك ما عملتش بداله ليه؟ قلت له لا انا عرفت ال5 دول شغال فيهم، خلاص انت منشغل بالعمل. لكن انت لا شغال ولا تتعلم، مش هو ده المطلوب. فهي فكره ايه؟ ان الهدف الاخر من القراءه ليست هو المعرفه المجرده، هو الايه؟ الانفعال القلبي. عشان كده دايما الجماعه بتوع التعليم الحديث وبتاع يقولوا ايه؟ متطلبات التعليم كانوا دايما بيعملوها اللي هو KSA، اللي هو معرفي مهاري ووجداني. حاليا لا، يقولوا لا، الترتيب المفروض يكون اسك، يعني وجداني مهاري معرفي، اخر حاجه المعلومه. امال ايه الاولاني؟ الوجداني. يعني انا لما عايزك تقرا قران عايزك تحفظ اللي هو المعلومه، تحفظها ولا تنفعل بها قلبيا. هو ايه الهدف النهائي الاصلي؟ ان انت تنفعل بها قلبيا. لو انفعلت بها قلبيا خلاص ممكن لما تحفظهاش. عشان كده الصحابه كلهم اكتفوا بايه؟ بالانفعال، اللي راح جاهد واللي امر بالمعروف ونهى عن المنكر واللي تفقه في دين الله. عشان كده لما جه اعرابي قال له واحد صحابي في حضره النبي صلى الله عليه وسلم، قال له انا عايز اتعلم حاجه من الاسلام، فالنبي قال له حفظه حاجه. فقال له ايه؟ فتلا عليه قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا. فالاعرابي استعبر بكى وقام، فاصحابي مسكوا قالوا استنى انا لسه ما قلتش حاجه. فالنبي قال له ايه؟ دعه فقد فقه. يعني وصلت. يعني النتيجه ايه؟ هو قلب انفعل لدرجه انه علم ان الله عز وجل يجازي على مثقال ذره من خير ومثقال ذره من شر، فهو انفعل وبكى. هو كده ايه؟ هو راح يعمل ايه؟ خلاص هو ادرك ان الله عز وجل محصي عليه اعمال بالمثقال. والمثقال كان يعني ايه في لغه العرب؟ يعني حاجه، الذره دي مش المثقال، الذره يعني يشبه اللي هو صغار النمل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرين كامثال الذر يعني النمل الصغير، يوم القيامه يطأهم الناس باقدامهم جزاء لما تكبروا في الدنيا.